مرحبا بكم في قناتكم حيث نضع الحقيقة بين أيديكم. آخر الأخبار، التحليلات العميقة والكواليس التي لا تروى. جريمة صادمة تهز تونس، تفاصيل مقتل المحامية منجية المناعي وتورط أفراد من عائلتها. تم العثور على جثة المحامية منجية المناعي محترقة في قناة مياه خلف ناد رياضي بولاية منوبة. التحقيقات الأولية كشفت عن آثار دماء وملابس الضحية في منزلها، مما يشير إلى أن الجريمة قد وقعت هناك قبل نقل الجثة. السلطات أوقفت 3 مشتبه بهم، من بينهم طليق الضحية، بتهمة القتل العمد، كما تم إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه بهم، وإدراج ابن الضحية بالتفتيش بعد سفره المفاجئ ليلة الجريمة. أشارت التحقيقات إلى وجود خلافات عائلية ومادية قد تكون الدافع وراء الجريمة، خاصة مع الحديث عن مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 3 مليارات دينار. وأدلى المحامي منير بن صالحة المكلف بالدفاع عن طليق الضحية بتصريحات هامة تكشف عن تفاصيل صادمة حول سير التحقيقات. أكد بن صالحة أن الجريمة تمت بتخطيط محكم، مشيرا إلى أن تنفيذها لا يمكن أن يكون من قبل شخص واحد فقط، مما يشير إلى تورط عدة أطراف. حتى الآن تم إيقاف 3 أشخاص على ذمة التحقيق: طليق الضحية أحد أبنائها التوأم وعامل بمحطة لغسيل السيارات يشتبه في مشاركته بالجريمة، فيما لا يزال الابن الثاني للضحية المقيم بألمانيا خارج البلاد التونسية. بن صالحة لمح إلى قناعته الشخصية بأن الجريمة ارتكبت من داخل البيت، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية والحرس الوطني قاموا بعمل تقني دقيق كشف آثار دماء حتى بعد محاولات مسحها، وقد استعملت مواد خاصة لطمس آثار الجريمة، مما يعكس تخطيطا متقنا وتنفيذا جماعيا. كما بين منير بن صالحة أنه متأكد من براءة منوبه وهو طليق الضحية، وروى حادثة مؤثرة تكشف العلاقة التي كانت تجمع بين الضحية وطليقها، حيث قال أن الأخير لم يكن يقيم معها، لكنهما بقيا على علاقة طيبة بعد الطلاق، بل تحولت منجية إلى محاميته في بعض القضايا. وأضاف أن الطليق عندما وصلته مكالمة هاتفية تعلمه بأن فرقة أمنية مسلحة بصدد التوجه إليه، كان أول رد فعل له هو الاتصال بالمحامية المرحومة منجية دون أن يعلم أنها قد قتلت، حيث وجد هاتفها مغلقا. وأكد المحامي أن الجريمة إن ثبتت أن مرتكبيها من الأبناء ستواجه بأقصى العقوبات، حيث ينص الفصل 203 من المجلة الجزائية التونسية على الإعدام في حالات قتل الأصول من طرف الفروع. وأضاف أن قتل الأم هو أبشع صورة للقتل. في ختام تصريحه دعا منير بن صالحة الرأي العام ووسائل الإعلام إلى التحلي بالهدوء، مشددا على ضرورة احترام سرية التحقيق، كما لم يستبعد أن تكشف الأيام القادمة تورط أطراف إضافية، مؤكدا أن الحقيقة الكاملة ستظهر قريبا بفضل عمل القضاء والتقنيات العلمية التي استعملت في كشف ملابسات الجريمة. وتستمر التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات هذه الجريمة البشعة التي صدمت المجتمع التونسي.